ان شاء الله الحاجه مريم واضحه، واذا ما واضح عاودي اتصلي نزيدوا نوضحوا. هكا ربي يبارك عليك ست الحاجه مريم. عمي صالح من الطارف راح للحلاق شيخنا باش يحفف له اللحيه، قال له حرام، قال له حلقها عليك ندي ذنوب، ربح معك الذنوب. نعم يروح يشوف حلاق واحد اخر خلاص. والله يعني حقيقه نعم فيه بعض الناس يرى هو يعتقد ان حلق اللحيه دي حرام، يعتقد هو يرى ذلك. وطبعا وكاين بعض الفقهاء اللي يقولوا هذا الكلام بطبيعه الحال. فاذا كان هو يرى هذا يشوف هذا الشيء وما حبش يحلق كذا فهو حر فيما يعتقد، هذا يلزمه هو فقط. هذا من الناحيه الفقهيه. اما من الناحيه التنظيميه يقدر اللي اعطاله الاذن باش يفتح محل تاع حلاق انه يحلق للناس. الشيء اللي اعتقده في دارك، ولكن لما يجيك الزبون لابد تقوم به. هذا من الناحيه الاداريه. لست ادري هل الجهه اللي تمنح الاذن للحلاقين تعطي الرخصه هل ترى تلزمه بانه يحلق للناس جميعا مهما كان، او انه لا هذا شيء اخر. اذا كانت تلزمه يفعل ذلك والا تسحب منه الرخصه. ولكن اذا فرضنا انها لا تلزمه وهو يعتقد ذلك خلاص هو حر فيما يعتقد. ولكن بدل الحلاق كاين حلاق واحد اخر، روح برك لواحد اخر. وهذا الحلاق ايضا لما يحلق ايضا عنده فسحه في اراء الفقهاء الكثيرين اللي يشوف بان اللحيه هذه انما هي من باب السنن وفضائل الاعمال في سياقها، ومن يرى انها انما هي من المباحات. بعض الفقهاء يقول لك الشعور، يعني الشعور واللباس هذه كلها يدخل في باب العادات ولا يدخل في باب العبادات والتدين، يعني وليس من باب التدين. لأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان على هيئة قومه صلى الله عليه وسلم. ولكن هذاك ما حبش يحلق لك، انت واش دير له؟ خلاص ما حبش يحلق لك، شوف واحد اخر يحلق لك وخلاص. الله يبارك فيك شيخنا. فضيل بومرداس يقول في رمضان الماضي أرخ اللحى. والإعفاء هو عدم التعرض للحية بشيء. لا مانع أنك تنظف لحيتك، لا مانع أنك تغسلها، لا مانع أنك تطيبها. أما أنك تعتدي عليها وتقصص منها وتجيها منا ومنا لا. الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ويقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هي جمال للرجل كيف يحاربها ويعاديها إلا من باب التقليد الأعمى للفساق والكفار، لا يجوز له ذلك. نسأل الله للجميع الهداية ولا حول ولا قوة إلا بالله.